ايه ده؟ انا برضه لسه جعان. نعمل ايه دلوقتي؟ المهم اشوف حاجه اكلها. يا ابراهيم، ايه في يا مروان؟ انا جعان قوي، عايز اكل. شوف لي حاجه اكلها. جعان ايه يا ابني؟ حرام عليك بقى، انت ما بتبطلش اكل. ده احنا لسه متغدين ما كملناش ساعه. ارحم بقى، ارحم شويه، ربنا يرحمك ويرحمني. ما انا اعمل ايه طيب يا ابراهيم؟ انا ما اكلتش كويس في الغدا وضغط بطني بتوجعني، عايز اكل. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا اعمل لك ايه دلوقتي؟ مفيش اكل، الاكل خلص. تعالى كل انا بقى. حاجه عجيبه والله، ما بيبطلش اكل، عايش عشان ياكل وبس. اعوذ بالله. بقى كده يعني يا ابراهيم؟ ماشي، انا هتصرف. والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وفي اكبر من كده مصيبه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ انا جعان اوي. يا بطني. ايوه، هدخل اجيب الخضار اللي في التلاجة واكله. انت ده يا مروان، فين يا ابني الخضار اللي في التلاجة؟ عايز اعمل سلطه عشان الاكل. ايه ده؟ انت خدت الخضار كله عشان تاكله؟ يا اخي حرام عليك بقى، هات الخضار ده. يا اخي حرام عليك بقى، انت عايز تاكلني؟ الحمد لله كان حلو. ايه ده؟ يا بطني. يا مالو، اكيد طبعا لازم ادخل الحمام. بطني بتوجعني يا ابراهيم. انت شكلك كده ما بتسميش الله وانت بتاكل، والشيطان بيقعد ياكل معاك، عشان كده ما بتشبعش. يبقى سمي الله. فهمت يا استاذ مروان؟ ايوه فهمت.
زي ما انت بتقول وامري لله. ربنا يهديك. تاني يا مروان؟ لا بقى، ده انت عايز تتفجر. تعالى اليوم. اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان نقدر نواصل ونعمل المزيد من الفيديوهات.